أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة شرح دول الوقت والتاريخ، وبالتحديد دول الأيام، وبالتحديد أكتر بقى دول الأيام الخاصة بأيام العمل. فيلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا بدالة نتورك دايز. الدالة دي بتحسب لي صافي أيام العمل اللي اشتغلها الموظف أثناء شهر معين أو أثناء مدة محددة أنا ممكن أحددها للدالة، ولكن بعد ما بنخصم الأجازات الأسبوعية والاجازات الرسميه، فبيديني الصافي بعد الاجازات الاسبوعيه والاجازات الرسميه. وطبعا الاجازات الاسبوعيه الافتراضي بتاع الداله ان هي بتعتبر ان يوم السبت والحد هما الاجازه الاسبوعيه بتاعتي. تمام. طبعا كل الشرح اللي انا هقوله هيكون يعني انا كاتبه هنا على هيئه ملحوظات، لو برضو حابب ان انت تقراها، والشيته دي برضو هسيبها لك في الديسكريبشن لو حابب تطبق على الشغل اللي احنا هنشتغله. فيلا بينا نبدأ كده. ايكوال نتورك دايز. الدالة بتتكون معايا من الستارت ديت والاند ديت والهوليديز اللي انا هحددها للدالة. فالستارت ديت بتاعي اللي هو يوم 1/11، والاند ديت بتاعي اللي هو اخر الشهر. وطبعا الهوليديز دي اللي انا هحددها للدالة دي اللي هم التلات ايام اجازات رسمية معايا في الشهر، اللي هو وليكن مثلا في اجازة رسمية يوم 15 وشم النسيم 21/11، واجازة رسمية تاني يوم 26. فتعالوا نشوف ال17 يوم دول طلعوا ازاي، او الدالة طلعتهم لي ازاي. تعالوا كده نروح على الكالندر بتاعتنا ونجيب شهر 11. احنا قلنا ان الافتراضي بتاع الدالة ان يوم السبت والحد هما الاجازات الاسبوعية، فانا عندي الشهر بيبدأ اهو بيوم السبت. فانا عندي اول سبت وحد ادي 2، وبعد كده 4 6 8 10، عندي 10 ايام اجازة اسبوعية سبت وحد في الشهر بتاعي. وكمان في برضو يوم 5/11 اجازة رسمية، ويوم 21 اجازة رسمية برضو، ويوم 26 اجازة رسمية. فادي 3 ايام اجازات رسمية، وعندي 10 ايام اجازات اسبوعية. يبقى 13 يوم ناقص 30 يوم بتوع الشهر، فيديني ال17 يوم اللي هو صافي ايام العمل اللي اشتغلها الموظف بتاعي. اضربها مثلا في اجر اليوم او ايا كان، واديله الاجر بتاعه، سواء اذا كان عامل او موظف مثلا شغال في شركة. طيب دي كانت دالة نتورك دايز. نتورك دايز انتل بقى نفس الكلام بتاع نتورك دايز، ولكن هقدر اتحكم بقى في الاجازات الاسبوعية براحتي بقى. يعني هنا كان في نتورك دايز الافتراضي بتاع الدالة ان بتعتبر ان يوم السبت والحد هما الاجازات الاسبوعية، لكن هنا اقدر مثلا اختار يوم الجمعة بس هو اللي اجازة اسبوعية، اقدر اختار مثلا ان جمعة وسبت اجازة اسبوعية زي المتعارف عليه في مصر مثلا. تمام. فهنا طلعت لي النتورك دايز 17 يوم، لكن نتورك دايز انتل طلعت لي 19 يوم. ليه بقى؟ علشان انا اخترت هنا اللي زاد هنا بقى في الكومبوننتس بتاع الداله حته الويك اند دي بقى. هي بتتكون عادي من نفس التكوين، ستارت ديت واند ديت والهوليديز، تمام، ولكن اللي اختلف بس حته الويك اند دي. فالويك اند هنا دي انا مختارها رقم 7، اللي هو رقم 7 ده بيعبر عن يوم الجمعة والسبت ده، يوم فرايداي وساترداي. تمام. ولو دوست انتر هيجيب لي ال 19 يوم اللي هم صافي ايام العمل. طب تعالوا نشوف برضو في الكالندر كده ال 19 يوم دول جم ازاي. هجيب هنا شهر نوفمبر برضو. ادي شهر نوفمبر بيبدأ معايا من يوم 1 اهو اللي هو يوم السبت، ادي ده اجازة اسبوعية، بس من السبت وحد بقى هاخد سبت وجمعة. ادي اول سبت وجمعة، ادي 2 4 6 8، ويوم سبت اخير في الشهر اللي هو يوم 29. ده يبقى كده 9 ايام اجازات اسبوعية مش 10. كنت لما بختار سبت وحد في دالة نتورك دايز كانوا 10 ايام سبت وحد اجازات اسبوعية، لكن هنا لو سبت وجمعة فهيبقوا 9 ايام بس اجازة اسبوعية. تمام. طيب وتعالوا بقى نشوف الاجازات الرسمية. الاجازة الرسمية يوم 5/11 ويوم 21، بس خلي بالك يوم 21 ده جه يوم جمعة، فمش مش هناخده معانا، مش هنحسبه مرتين، يعني وقع اجازة اسبوعية وقع كمان اجازة رسمية، فمش هنحسبه مرتين. فهنحسب يوم 5 ويوم 26 اللي هو اجازة رسمية تاني 26/11. يبقى انا كده معايا يومين اجازات رسمية و9 ايام اجازات اسبوعية. يبقى 11 يوم. 11 يوم ناقص 30 يوم اداني ال 19 يوم بتوعي صافي ايام العمل، بس باعتبار ان يوم السبت والجمعة هما الاجازة الاسبوعية. وانا انصحك ان انت تختار او تستخدم نتورك دايز انتل علشان تحدد براحتك بقى على حسب وضع الشركة عندك. اذا كان مثلا يوم الجمعة بس هو اللي اجازة اسبوعية، او جمعة وسبت، او سبت وحد، بقى براحتك بقى. بس كده دي كانت حلقة النهاردة. الحلقة الجاية بقى هنكمل بدالة ورك داي انتل ودالة تكست. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. تحياتي محمد الديري.